مساء الخير. انا كنت حابه احكي لكم حكايه الطبق ده. اختراع كده على الماشي. كان عندي حبيتين كوسه في التلاجة وانا عايزه اكل حاجه سخنه كده. قلت اما اقوم اجربهم. قطعتهم شرايح ورحت عامله مبدراهم بشويه دقيق على نشا كده على بيكنج باودر. خلطه كده انا بعملها بتبقى جاهزه للسمك يعني. خدت شويه ورحت مغمسه فيهم الشرايح بتاعت الكوسه دي. ورحت حبة تاني حبة الدقيق اللي بقي وحطيت عليهم حبة مية ودوبتهم كده ورشيت معلقة سمسم كبيرة معاهم. وتبلتهم بملح وتوابل، يعني عندي توابل بتاع راس الحانوت دي. توابل مغربية كده حلوة قوي، بحب استعملها يعني. بس وشوية ملح، مفيش اكتر من كده. وقالتهم طلعوا يعني لا، فظيع صنف كده. ملوش حل. وقرمشة رهيبة اهو. انا هي قربت تبرد اهي، يعني دافية لسه والقرمشة لسه. الطعم حكاية على فكرة يا جماعة، لا مش كوسة يعني، مش طبيعية. عايزة اقول احلى من البطاطس. وممكن الولاد بقى اللي ما بياكلوش الكوسة والخضار والكلام ده، ممكن لو عملتيها في الاير فراير كمان انا عملت الفيديو ده، ما كنتش عارفة ان هي هتطلع بالجمال ده بصراحة يعني. اتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم ايه.